السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا أحلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، يلا تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة للكفتة، بجد طريقة رهيبة جدا جدا ولذيذة وسهلة وبسيطة وبتديكي نتيجة رائعة. يلا تعالي نشوف هنعمل ايه النهاردة، وهنكون المقادير بتاعتنا عاملة ازاي، ويلا بينا. اول حاجة كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونجيب كده عندي كيلو لحمة من مفرومة، وتكون يعني ايه ملبسة، يعني تكون فيها ايه نسبة دهون شوية. وعندي كده بصلاية كبيرة، بشرتها كده أو حطيتيها في الكبة فرمتيها ناعم، وبعدين تركتيها كده لحد ما تنزل كل المية بتاعتها. وأخد بقى إيه البصل بتاعي كده على اللحمة، والبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وبابريكا وتوابل بتاعة الكفتة، ولو عندك إيه رشة من الفلفل الأسود. زي كده بالظبط، هي دي البهارات بتاعتنا. بعد كده بقى ايه قلبتهم كويس مع بعض، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقتين كبار من البقسماط، عشان لو في سوائل او اي حاجة معايا في اللحمة بتكون ايه البقسماط دي بتتشربها زي ما انتم شايفين كده، واعجنها كويس جدا جدا. واقلب بقى كل الخليط ده كده كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. بجد طريقة رائعة، جربوها إن شاء الله هتعجبكم. وبجد الولاد حبوها، وسهلة وبسيطة معاكم كده، وبتتعمل بسرعة زي ما انتم شايفين كده، بتدينا نتيجة رائعة بجد جميلة. أهم حاجة حبايب قلبي ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقى هبدأ إيه إن أنا أصبع بقى اللحمة كده أو الكفتة بتاعتي بالطريقة دي، بالشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده. نمسك الصباع كده ون ايه ونصبعه زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه نوزن كده الصباع في ايدينا، ويبقى كله سوا بعضه، ويكون كله مقاس واحد وايه ومقدار واحد زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم بقى على طريقه سهله برضو لايه لتصبيع الكفته بالشكل ده. يعني لو انت مش بتعرفي ان انت ايه تصبعي الكفته كده على ايدك، او مش بتعرفي ان انت تظبطيها، تجيبي كده كيس نايلون وتفتحيه، وبعدين تحطي فيه قطعة اللحمة وتعملي بالظبط زي ما انا بعمل كده. هيطلع معاكي صباع الكفتة يعني ملفوف وجميل ومظبوط زي ما انت شايفة كده، وبأسهل السهولة زي ما انت شايفة كده يا ست الكل. اهم حاجة حبايب قلبي ما تنسوش لو لسه اول مرة بتشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، ولايك للفيديو ده عشان طبعا انا مش هكبر غير بيكم حبايب قلبي يا احلى متابعين في الدنيا. زي ما انتوا شايفين كده، ايوه بالظبط كده. اظن مفيش اسهل من ده واسهل من كده لطريقة تصبيع الكفتة. بعد كده بقى ايه صبعت الكفتة كلها، وبعدين جبت كده صينية على النار ونزلت فيها بمعلقتين من الزبدة. ممكن تستخدمي زيت، ممكن تستخدمي سمنة، بس انا بقى ايه حبيت الزبدة كده عشان ايه بتديها طعم وخفيفة طبعا. فحبيت ان انا اعمل ايه بزبدة. فطبعا انت المتوفر عندك تقدري تعملي بيه. وتيجي بقى ايه تنزلي كل الكفته كده، وتبداي ان انت تحركيها بالصينيه كده، يعني ما تفضليش تقلبي فيها كده بحاجه، علشان ما تفكش منك ولا اي حاجه. يعني ان شاء الله مش هتفك، بس ايه اذا ربما تفك منك. فاسهل طريقه ان انت تحركي كده ايه الكفته زي ما انت شايفه كده زي ما انا بعمل. وبعدين سبتها بقى كده ايه يعني تاخد كده تشويحه في الزبده، وعلى نار هاديه بقى. وبدات ان انا اقطع الخضار اللي هو عباره عن فلفل اخضر وطماطم، وطبعا قرن فلفل كده او قرن شطه زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. طبعا للي حابب ان هي تكون ايه سبايسي شويه ممكن تستغنوا عنه طبعا القرن الشطه ده، بس بصراحه بيديها طعم وبينقلها في حته تانية خالص. بدأت كده ان انا ايه اقطع الخضار اللي هو عبارة عن قلنا ايه فلفل اخضر وطماطم وقرن الايه الشطة. طبعا لو انت حابة بقى تزودي فلفل الوان عادي ما فيش اي مشكلة، تقدري تحطي برضو ايه فلفل الوان، بس ده اللي كان متاح فمشينا بالخضروات دي وخلاص. بالطريقة دي بتقطعيها، اظن ما فيش اسهل من كده. وانت واقفة كده تقدري تعملي ايه طريقة الكفتة دي.
بجد جميلة جدا جدا. بتكون الكفتة جوسي كده وجميلة، وبيكون في صوص كده في الآخر بجد لذيذ وطعم. فجربوها إن شاء الله بالطريقة دي، هتعجبكم جدا جدا. بس ما ترجعوش تلوموني إن انتوا بقى ايه جربتوا الطريقة دي، لأن دي الطريقة اللي هتطلب منكم على طول في الكفتة. تمام، زي ما اتفقنا كده. أظن مفيش أسهل ولا أبسط من كده. اهم حاجه حبايب قلبي كده، اذكركم واذكر نفسي بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بعد بقى ايه ما شوحنا الكفته كده بالطريقه دي، ابدا بقى ان انا ايه اخدها كده من الزبده بالشكل ده كده. شايفين يعني شكل الكفته لوحده بامانه رائع. في نفس الصينيه طبعا هنزل بقى ايه بباقي البصل بتاعي وبميه البصل اللي احنا ركناها على جنب دي. فهنا بقى ايه احتجتها، ابدا بقى ان انزل بالبصل وميه البصل، وبعدين الخضار اللي هو الفلفل والطماطم والشطه، ونزلت عليهم كده ايه بمعلقه من الثوم ورشه ملح ورشه كمون. بظبط بس كده ايه عشان الخضروات دي هي كمان تبقى ايه يعني متبله كده. فنزلت عليها برشه كمون ورشه ملح. وعندك بقى كده معلقتين كبار من الصلصة بالطريقة دي، هنزل على الايه الخليط ده كله بيها، واسيبها بقى لحد ما تتسبك معايا كده وتاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. اظن مفيش احلى من كده. بعد كده بقى ايه نزلت بالكفتة كده على الخضار بتاعي بعد ما تسبك بالطريقة دي. شايفين الشكل لوحده حكاية، يعني الشكل لوحده حكاية، ما بالكم بقى من الطعم. بجد الطعم رائع جدا جدا. بجد جربوا الطريقة دي في الكفتة هتبهركم. تعالوا بقى نعمل ايه العيش اللي احنا ايه هناكل بيه الكفتة. ايوه، ما احنا ستات شاطرين، ونعمل بقى ايه كل حاجة في البيت وما ننتظرش ان احنا نشتري حاجة من بره. انتوا عارفين ان الحاجة في البيت بتكون اسهل طبعا واضمن، وبتكون جميلة، وبايدك كده تقدري تعملي كل اللي انت عايزاه. وطالما عندك الدقيق وعندك الحاجة متوفرة، تقدري تعملي كل حاجة بأمر الله. هنا بقى جبت ايه كيلو كده من الدقيق، وبدأت ان انا نزلت عليه بالمعلقتين كبار خميرة ومعلقة ملح صغيرة ومعلقتين كبار من السكر، وبعدين ايه عجنته بالطريقة دي بمية عادي ولا حليب ولا اي حاجة، وبعدين سبته يخمر. وده بعد العجين ما خمر كده جبته بقى وجيت قعدت بقى ايه يعني في الانتريه كده او في الركنة، او المهم قعدت بقى ايه قلت يعني اعمله وانا قاعدة كده. المهم ايلولا وابرار ما سابونيش في حالي يعني برضو وراكي وراكي. لا وكمان ايلولا بصوا ادمان تاكل عجين، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. احنا عندنا الاولاد الصغيرين كده دايما دايما كده كل ما نيجي نعمل عجين او اي حاجه لازما ياكلوا من العجين. هنا بقول لها اعملي لايك، المهم عماله بتاخد في الدقيق كده زي ما انتم شايفين. ايوه شايفين حتى متضايقه، يعني شوفوا بتقول لي ما تشيليش ايدي، كل ما اشيل ايدها تقول لي ما تشيليش ايدي ومتضايقه. المهم قمت جايبه الطبق بقى وايه ونقلته الناحيه التانية زي ما انتوا هتشوفوا كده، عشان ايه اريح راسي منها خالص. ايوه بالشكل ده. هعمل لها ايه قلت لها لا خلاص بقى يعني كفايه لحد كده ايه تلعبي في الدقيق كده وتبهدلي الدنيا. المهم بقى ايه جبت كده قطعت بقى العجين زي ما انتوا شايفين كده، واخدت واحد بواحد وبدات ان انا ايه افرده يعني احط شويه من الدقيق تحت وشويه فوق، وايه ابدا ان انا ايه افرد كده في الكور بتاعتي اللي هي ايه العجين دي زي ما انتوا شايفين كده. اظن مفيش اسهل من كده. بدأت بقى بعد شوية ريحته كمان كده ايه 10 دقايق، وبعدين بدأت بقى ان انا ايه ادخله الفرن زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب طبعا اعمله في الفرن ده، مش بحب اعمله في فرن الكهرباء او على البوتاجاز. المهم انتوا تقدروا تعملوه عادي مفيش اي مشكله، بس هياخد وقت معاكم. فده عندي الفرن ده متوفر، فبحب ان انا ايه استعمله واعمل فيه العيش والحاجات دي. زي الفل كده طلع معانا العيش زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. يعني اعتلنا كده ايه يعني قولوا معايا فكروني. اللهم ذكرني. اعتني كده ايه يعني مقدار حلو، يعني اداني عدد كويس من العيش زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوا كده الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.
ما شاء الله كده اللهم بارك. زي ما انتم شايفين العيش طلع رائع وجميل وطعمه لذيذ جدا جدا. جربوا الطريقة دي في الكفتة، بجد هتعجبكم جدا جدا وهتبهركم، والنتيجة بجد طالعة رائعة. هنا بقى كده شايفين الخبزة دي؟ ايوه شايفين دي؟ اماني بنتي كده معجبة بيها جدا، تقول لي يا ماما اعتني كده ان هي قلب وفيها حرف الايه على اسمي. قلت لها ماشي، تخيلي خدي راحتك. المهم جيت بقى عملت ايه الطحينه بقى، جبت عندي كده علبه من الزبادي، ونزلت عليها برشه من الملح ورشه من الكمون، وبعدين ايه نزلت بعلبه الايه الطحينه كده وقلبتهم كويس بالطريقه دي. اظن ده مفيش يعني ايه لازم جنب الطحينه، لازم جنب الكفته على طول، يبقى كفته لازم يبقى جنبها طحينه، ده شيء اساسي. بعدين بقى ايه عصرت كده عصرة ليمونة عليها، وبعدين قلبتها كويس جدا جدا. عايزة تخفيها شوية عادي، مفيش اي مشكلة، بمية عادية مفيش اي مشكلة نهائي. عايزة تسيبيها كده قوامها تقيل برضو مفيش اي مشكلة، بس احنا حابين ان هي ايه تكون قوامها تقيل كده، فخلاص. جبت بقى الطبق كده وعملت بقى حركة كده بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، يعني ايه هي حركة كده على اساس تفتح بس ايه النفس كده لو انتوا بتاكلوا. شايفين حركة كده في الطبق وخلاص. عندك بقى زيت زيتون ممكن تنزلي كده عليها بشوية من الزيت الزيتون، عايزة تكتفي بالزيت بتاع الطحينة خلاص تمام زي الفل، كله يمشي. هنا بقى ايه الكفتة زي ما انتوا شايفين كده كانت خلاص كملت التسوية بتاعتها في الخضار. شايفين الصوص بقى اللي نازل منها بجد خطيرة. وده بقى كان غدانا كده ما شاء الله اللهم بارك. يلا اتفضلوا معانا اتغدوا عندنا. شايفين الكفتة، شايفين لونها، شايفين عاملة ازاي، شايفين العيش جميل ازاي، والطحينة بقى والمخلل والصوص اللي نزل قولوا معايا من الكفتة، بجد رائع رائع رائع. جربوها حبايب قلب ان شاء الله مش هتندموا على الطريقة دي في الكفتة. هنا بقى كنت يلا هدوق بقى الايه اللحظة الحاسمة بقى. بصوا دي يعني احسن لحظة بالنسبة لي، نسيتني تعب اليوم ونسيتني كل الهموم. اه والله زي ما بقول لكم كده، يعني بصوا تعب ان انا عجنت، وتعب ان انا وقفت على البوتاجاز، وتعب ان انا عملت كل الحاجات دي، بجد نسيته في اللحظه دي. يا سلام بقى كده لما تجيبوا بقى ايه رغيف العيش كده وتنزلوا فيه بصباع الكفته والبهاريز بقى اللي نازله دي زي ما انتم شايفين، حاجه ولا في الخيال ما شاء الله. الصوص بقى كده ومعلقه من الطحينه، ويلا اضرب يا باشا اضرب. يلا كله دوقوا معايا، يلا بالهنا والشفا. بجد جربوها خطيرة ما شاء الله اللهم بارك. أهم حاجة حبايب قلبي شجعوني، وبالله عليكم أمانة عليكم أمنتكم أمانة تشاهدوا الفيديو للآخر عشان تشجعوني، ولايك للفيديو عشان طبعا أنا مش هكبر ولا قناتي هتكبر غير بتشجيعكم ليا وتعليقاتكم الحلوة الجميلة اللي دايما بتديني أمل في الحياة ودايما بتشجعني، واللايكات بتاعتكم اللي أنا بكبر بيها والفيديو بيعلى بيها. ويلا دمتم بألف خير، وطبعا يا رب يكون محتواي هادف وبتتعلموا منه وبتستفادوا منه، وما تحرمش منكم يا احلى متابعين في الدنيا. وتسلموا لي ويسلم لي حضوركم وتعليقاتكم، واشوفكم بالف خير يا رب في الفيديو القادم. شايفين هنا بقى ايه ابرار زي ما انتم شايفين كده واقفه منتظره معايا، يلا يا ماما جيبي لها دوق. فطبعا ايه لازم كلنا ندوق كده. فيلا شجعوني ودمتم بخير والسلام عليكم.